خربشت نفسها بنفسها وطلبت النجدة وقالت إن السواق بيتحرش بيها ورمت بالها على الراجل. يعني لو ما كانش الراجل ده صورها كان راح في داهية. اتفرجوا على الفيديو. هحبسه لك حاسه ما يتخيلهاش. اقول لك على حاجه؟ لا لا يلا اقسم بالله العظيم عارفه عايزه اقول لك القصه دي اللي انا هعمله بس كده. امشي. مساء الخير لو سمحت، انا كنت راكبه اوبر وبتاع الاوبر مد ايده الاول خالص حاول يتحرش بجسمي، ولما جيت رديت عليه شتمني افضل الشتايم ونزلني في نص الطريق. بقول له هطلب لك الحكومه، قال لي كستمك على كستم الحكومه. طب خلاص الدماغ اللي انت عاملاه ما تطلعش عليا. لا ده انت انا مش هتحرك من المكان، انت اللي ما تتحركيش من مكانك الا لما تحاسبيني. مش هتحرك، ده كستم الفلوس تحت جزمتي. طب ماشي خلاص. لا مش هحاسبك، لما نخش لازم هديك اللي انت عايزه. طب خلاص ماشي يلا اطلبي النبضه، انا هطلب لك النبضه دلوقتي. لو سمحت انا شيماء حسين صحفيه في قلب الحدث. تمام؟ انا عندي طيب لو سمحت بعد اذنك انا عند كوبري محور جيهان السادات. تمام؟ بالظبط عند دخلة العرب. كنت راكبه اوبر انا واختي، سواق الاوبر قاعده مشغله اغاني، حاول يمد ايده ناحيه جسمي، لما جيت رديت عليه انا شتمني شتيمه مش كويسه. تمام؟ قلت له هطلب لك الحكومه، نزلني في العربيه بطريقه مهانه وقله ادب ومد ايد وقال لي اجيبي لي الحكومه وشتمني انا والحكومه. ماشي. قلت لك مش همشي. بعد اذنك ما تمشيش لك على العربيه. بعد اذنك تخليني اقتلك دلوقتي. والله ما تحركي. انا عايزه راجل كده جوه. انا راجل الحمد لله. يلا. طب انا بقول لك مش طب ابعت لك محمد اخوك. لا اطلعي بيت بس جيبي لي بس ما حدش يعرف انا فين. اطلعي بيت بس جيبي لي. انا مش عايزه اخويا يتحبس غلط زي ده، انا احبسه هو وانا اقعد احط رجلي عليه.